ازي حضراتكم عاملين ايه؟ فيديو جديد فيديوهاتنا ازاي تشطب شقتك. بقالنا كتير معلش راجعين بقى من اجازه الصيف فنبدا تاني بقى باك تو ورك. فشقه من الشقق اللي معانا الحمد لله الفتره دي، معانا الحمد لله كذا مشروع في بورسعيد وفي القاهره لسه ما بدأناش ولسه ما سافرناش. فالله المستعان ان شاء الله. شقه جديده لسه مستلمينها في بورسعيد. طبعا الفكره ان كان في زي ما انتم شايفين كان في حد شغال قبلي، كان في مهندس محترم شغال. نقطه مهمه حابب اتكلم فيها طبعا بالنسبه للنقطه دي، انك لما تخش كمهندس على شغل مهندس تاني ايا كان بقى السبب، ايا كان اللي حصل، انت كمهندس من الاصول انك تتاكد من كذا نقطه قبل ما تبدا تخش على الشغل بتاعك. اول حاجه انك تسال المهندس له عده في المكان ولا عدته خلصت خلاص، عدته خدها. تاني حاجه الراجل ده يا جماعه له فلوس ولا ملوش فلوس. تالت حاجه الموضوع انتهى خالص ولا لسه فيه جدال وشد وجذب. ده مهم جدا النقطه دي يا جماعه. قبل ما واحد فينا يفكر يخش على شغل حد لازم الحاجات دي تكون موجوده. دي الاصول، غير كده ارفض الشغل او استنى لغايه ما الثلاث حاجات دول او الثلاث شروط دول يتحققوا. بعد كده انا عندي ابدا اخش. طبعا انا كمهندس من الاحترام والاصول برضه ما اعيبش على شغل اللي قبلي، ما اتكلمش في حقه كلمه وحشه، حتى شرعا غيبه ما ينفعش اغتابه يعني. ولكن هي الموضوع اخدها من باب انها مدارس. يعني زي ما انتم شايفين مثلا الراجل اللي قبلي راجل محترم وكان حاطط مواسير التكييف في السقف. هو مدرسته او تفكير او ستايله او اسلوب شغله كده. انا ما بحبش كده لسبب واحد، ان انا كده هجبر العميل انه يعمل الشقه فلات. فليه اخليه؟ يعني احنا دلوقتي في اوضه الاطفال، انا واقف مع حضرتك في اوضه الاطفال، فايه اللي يخليني اعمل اوضه الاطفال فلات؟ لو الريسبشن اوكي ماشي عشان اوزع اضاءات مختلفه، انما اوضه الاطفال مش محتاج ان اعمل فلات فيها. فانا كده بتجبرني ان اعمل الاوضه فلات، وده ما ينفعش. فانا لا، انا من الناس اللي بتعمل التكييف في الارض عادي، بتمشي في الارض وبيطلع على تحت اي شباك او حاجه عشان الكمبريسور بتاعي. ففي كذا حاجه ما بين فكر وفكري، فالموضوع ما باخدهاش صح وغلط قد ما باخدها مدارس. هو في واحد ستايل شغل او نظام شغل السيستم بتاعه 1 2 3، انا السيستم بتاعي 1 2 3. المشترك بيننا بمشي عشان برضه ما اكلفش العميل. في مهندسين تخش لا 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 الشغل ده كله غلط، فور يا ابني وهات جديد يا جماعه برحمه حلوه. يعني اللي موجود وشغال صح تقول له ده صح وهكمل عليه. لو في اي تعديلات او ليها وجهه نظر فيه بتشاور مع العميل وبس. غير كده بلاش نخبط في بعض يا جماعه، مش مستاهله. مش مستاهله. الرزق واحد والرزق من ربنا سبحانه وتعالى، ومفيش شطاره بتجيب رزق، احنا مجرد سعي واجتهاد. اما الرزق على الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله معانا فيديو جديد، فيديوهاتنا زي شطه. السلام عليكم.